السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو هذا غادي نديرو بخصوص عدد الشهداء الجزائريين اللي كيتبشحوا به وكيقول لك بأن عدد الشهداء هو 1.5 مليون شهيد، والحقيقة كتقول بأن عدد الشهداء لا يتجاوز 400 ألف شهيد، وهذا الشيء بشهادة ديال الشرفاء الجزائريين. راه أكدها مؤخرا سعيد سعدي رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية اللي راه الآن مقيم بباريس في فرنسا. هو راه أكدها هاد الأيام مع مجلة لو بوان، مع مجلة لو بوان الفرنسية، قال لهم العدد لا يتجاوز 400 ألف شهيد. وكذلك هاد الشهادة زاد أكدها كذلك نور الدين آيت حمودة ولد الابن ديال كولونيل عاميروش، وكان طرحها في مجلس الأمة الجزائري، إلا أنهم اتهموه بالخيانة وبأنه، والعدد هو هذا، لأن من 1954 اندلاع الثورة إلى غاية 1962 الجزائر لم تكن يتعدى النسمة ديالها 9 المليون. زيد عن ذلك الإدارة الجزائرية كانت غايبة، بمعنى أن لو كانت الإدارة الجزائرية كاينة، لو كانوا يسجلوا الأسماء تاع دوك الشهداء، ولو كان فعلا راهم دايرين واحد لونسيكلوبيدي، واحد الموسوعة ويتباهوا بها. زيد عن ذلك أن تحت السلاح اللي كان في ديك الوقيته ما كانش بديك القوة تاع اليوم. شوفوا اليوم شنو جل في سوريا ولا في العراق ولا في أفغانستان، وما وصلش ذاك العدد. هذا كاين القضية تاع 1.5 مليون شهيد، هذا كيف ما يعرف الجميع خطاب جماهيري ديال عبد الناصر في ديك القضية تاع القومية وتاع كذا. ناض هو فلطها، هما داروها بصح، وراهم دايرين وزارة مجاهدين، وراهم كينفقوا على عائلات مزورة، وهما عارفين هذا الأمر هذا. والمشكل أنهم استطاعوا يدخلوها حتى في العقول تاع الجزائريين. أي جزائري تهضر معاه يقول لك حنا بلاد الشهداء، حنا رجال، حنا ما نرضاوش، حنا نيف. والعدد لا يتجاوز 400 ألف شاهد، بما في ذلك حتى المغاربة، وبشهادة وزارة المجاهدين الجزائرية، وكاين بعض التوانسة. هذه حقيقة، هذه حقيقة وشهدوا بها الشرفاء، وحنا